السلام عليكم متابعين قناة قلعوية، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم يا ربي ويخليكم في احسن احوالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا من لايكاتكم واشتراكاتكم فضلا منكم وليس امرا. مرحبا بالمتابعين القدام، كنقول لهم دار داركم، وبالنسبه للمتابعين جداد هما الدار دارهم، مرحبا بهم. نتمنى ما ينسوش ليا الاشتراك واللايك فضلا منكم وليس امرا، واللي يقدر يبارطاجي لي الفيديو جزاه الله خير، ولو في الواتساب مع الاهل والاحباب ديالكم. اللي ما عندوش المنتدى، اللي عنده المنتدى نتمنى يبارطاجي لي الفيديو، اللهم اجعله في ميزان حسناته ان شاء الله يا ربي. واليوم في هذا الفيديو كما كتشوفوا بغينا نشارك معكم اخر ما خيط الوينات شكيلات جداد في الاسواق. غنشارك معكم هذا الثوب، هذا راه خارج هذه السيمانه كما كتعرفوا. الثوب ديال الملحف، الثوب ديال الملحف هذا كل سيمانه كتجي زواقه الصراحه. الا بعض الزواقات الا طلبناهم السيمانه الاخرى ما كنلقاوهمش، كل سيمانه كتجي زواقه. هاد السيمانه كاينه هاد الزواقه زوينه، راه سبق لي شاركتها معكم في الاسود. صايبت منها هاد التشامير، هذا مولاتو اللي مختاره اللي جايبه بهاد الكميمات اللي ولينا كنخدموا فيهم بزاف ديال الحوايج. هاد الكميمات اللي بالبلي وبالدانتيل هنا، كاين اللي كنديروهم ما فيهمش الدانتيل. غادي نشارك معكم عندي شي حاجه ما فيهاش الدانتيل. شوفوا لي هذا اللوين هذا، ملي كتشوفوه في داك كتخافوا منه، ولكن ملي كتشوفوه مخيط راه كتشهاو وتلبسوه. رائع الصراحه، مبهج. درت ليه هذا الدانتيل، هذا الشكل ديال الدانتيل حتى هو. ها هما انتم نقربكم منه بالنسبه اللي بغات تشري بحاله. تا الدانتيل خارج فيه جديد الصراحه، هذا العام خارج جديد في الاشكال والاتواب. الاشكال ديال الدانتيل والاشكال ديال الاتواب صراحه خارج ما يدار، كاين ما يدار. واخا القضيه واقفه شويه، وقفات هذا الشهير ثاني، وقفات بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه للبيع. بالنسبه لي انايا كنخيط بعض البياسات للبيع، رانا سبق لي شاركتهم معكم. اما بالنسبه لهادو اللي كنشارك معكم ديال الكليانات، غادي نحيد لكم من هذا التشامير. هذا بيجامه عاديه، راني غير دايرها مسنتريها بالفنيته. وهي الثانيه هذه طياره. هذا الموديل هذا هو تا هو سبق لي شاركته معكم. سمحوا لي بزاف على صوت الزنقه. سبق لي شاركت معكم هذا الموديل ديال الخياطه، شاركته معكم في الفصاله وفي الخياطه، ولكن كما قلت لكم في واحد الفيديو غادي نبقى دائما نشارك معكم البياسات، واخا نكون مشاركه معكم من قبل على حساب التروام ديال الالوان، كيفاش تنسقوا الالوان. وبعد الالوان اللي كتخافوا منهم تا هو كما قلت لكم، كتخافوا من الاصفر والاسود، ولكن راه هنا راه مفروض انه يدار. راه كاين من غيره، ولكن ما كانش ممكن يدار من غير الاصفر كما كتشوفوا. الا درنا ها نتوما الخضر ملكي ما غاديش يجي، غيجينا معربن. الا درنا الغوز هذا كما كتشوفوا غيجي معربن. احسن اختيار هو الاصفر بالنسبه ليا، وكيبقى الاذواق على حساب الاذواق كل وذوقه. اما بالنسبه اللي كيحيروا هادشي علاش انا كنشارك معكم هاد المعلومات هادو. بالنسبه اللي كيحيروا في التروام هانتوما، انا غادي نعاود نشارك معكم بعض البياسات في المانكان، وبعض البياسات بحال هذه راني سبق لي شاركتها معكم. حتى بالنسبه لهاد الصفراء راني سبق لي شاركتها معكم، راه نفس الفصاله ونفس الخياطه، ولكن كما قلت لكم الاشكال والالوان راه كتلعب دور حتى هي. انا غادي نشارك معكم بعض البياسات اخرين، خليكم مع الفيديو. هنايا عندي نفس الشكل ديال الثوب، ولكن هذا سامبل اللي كيبغيو يلبسوا حاجه خفيفه في هذا الصيف. هانتوما هذا راه دايره ليه شكل كسيوه، القطعه كاينه هنا، قطعه على شكل بيضاويه شويه، على شكل قليب. كاين هنا هابطه وفي الجناب طالعه. والكميمات كما قلت لكم هاد ديال البلي هما اللي ولينا معتمدينهم في بزاف ديال تقريبا في جميع الانواع ديال الفصالات. هنا كما كتشوفوا دايره كول داير عادي
خفيفه. فكره بالنسبه اللي مازال ما عندهمش هذه الفكره هذه، انهم يلبسوا حاجه خفيفه وفي نفس الوقت خياطه زوينه وفي صاله زوينه. راه ممكن ديروها في واخا ارخص ثوب، راه كتجي هاد البيسه كتجي خفيفه وزوينه ومريحه في اللباس. انا غادي نشارك معكم نفس اللون اللي صار شاركت معكم تا هو من قبل، تا هو فيه نفس الموديل. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما هاد المغلوق راه ما كتبانش فيه داك البلي اللي كيكون هنا، ولكن راه كاين البلي. هانتوما مولاتها راه غليظه شويه. هاد البياسات هادو بربعه مولاتهم وحده، درناهم ليها مختلفين، درنا ليها خياطات مختلفين في هاد الربعه البيجيمات. عندها زوج اسود وزوج اصفر. انا غادي نشارك معكم بقيه الاشكال. شوفوا لي هذا الشمير هذا او بيجامه او كل كيفاش كيسميه، جروعه الصراحه جروعه. هذا بالنسبه لهذا ثوب تركي، فيه 2.5 اللي جابت لي مولاتو، لانها بغاتو كلوش. نتمنى يبان لكم الكلوش. هذا الموديل صراحه فات العام اللي فات، خدمنا فيه العام اللي فات، ولكن راه باقي اللي ما لبساتوش راه كتعشق انها تلبسو، خصوصا الا كانت شي وحده طويله تبارك الله وافيه بحال مولات هاد البيجامه هذه، تلبسها بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. هذه درنا لها عاديه في صاله عاديه وخياطه عاديه، الا هاد الكلوش هذا اللي هي طلباته. جايبه 2.5، حيت ليها 50، اقل من 50، 45 في الكم. راه زايدين هادو، ما نعرف واش غادي تبغيهم ولا زايدين في العبار، اما هو راه هي طالباهم. هذا فيه كما قلت لكم فيه 2.5 ديال الثوب. وبالنسبه لهذا الدانتيل هذا 3 متر. اللي بغات دير بحال هذا بالنسبه للمبتدئات اللي متابعيني مرحبا بهم، اللي بغات دير بحال هذا راه خاصها 3 متر ديال دانتيل. كما قلت لكم فيه 2 متر ونص. اما الا كان فيه 3 راه كاينه اللي كدير فيه 3 كتجي هاد الكلوش 3 كامل في الكلوش كامله. اذا راه غدير 3 غير في الجلال. هذا راه 3 متر بين الجلال والصدر والكم ديال دانتيل. اما بالنسبه للثوب كما قلت لكم 2 متر ونص. الا بغات دير 3 متر راه غادي تزيد الدانتيل بزاف، غتزيد الدانتيل على حساب شحال ديال العرض غيكون في الجلال. اما هنا راه غير حيدنا كما كتعرفوا، حيدنا ديك 40 وداكشي الاخر اللي بقى كامل في الجلال، ماشي بزاف، راه ماشي شي كلوش. الكلوش اللي كنعرفوه هو ديال 3 متر. هذا كلوش خفيف، غتلبسوا لبسه خفيفه. المهم هاد المعلومات بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يتقداو ما يعرفوش شحال يتقداو. انا بالنسبه لي هذا درتي 3 متر، ولكن كل ما تزاد العبار ديال الثوب راه غيتزاد معاه دانتيل. وهنايا هذا الكسيوه هذه سبق لي شاركتها معكم، هي باقا عندي، باقا ما بعتهاش. كنت بغيت نشارك معكم اني وليت كنحط مانكاناتي بجوجات، واخا عندي عجات غادي نحاول نزيد شي جوجات. الا ما كنساليش نخرج غادي نحاول نزيد واحد 2 بيجامات، وكنحطهم من وراء هذا الباب من برا في العشيه وفي الصباح. غير اليوم الجمعه ما حطيتش، وليت كنبيع هنايا في الباب. بالنسبه لواحد الاخت اللي كانت بقيت فيها الصراحه، قالت لي محلك هو قناتك، ولكن بالنسبه للقناه راه اغلبيه الناس كيكونوا بعاد وما كتساليش حتى التليفون باش تبقاي تواصلي في التليفون مع الناس. ما كنساليش صراحه، ما كنديرش هذه القضيه. اما بالنسبه لهنايا في البويه كما كتعرفوا راه كنخدم في الباب، راه وليت كنت شاركت معكم هادو كانوا عندي فيهم 3 البياسات، راني بعت منهم جوجات، وبعت وحدين كنت شاركتهم معكم في الفيديو اللي كنت شاركته معكم في هذا. كنت شاركت معكم واحد البياسات اخرين حتى هما بعتهم هنايا. كنت نتمنى نصور معكم المانكانات هما برا، ولكن الصراحه راه دابا الحراره والشمس ما قدرتش كيفاش نخرج برا. انا غادي نشوف شنو باقي ممكن نشارك معكم وشنو اللي باقي ما شاركتش معكم. هادو كاملين شاركتهم معكم،
انا غادي نحاول نشوف اشنو اللي باقي، ونتمنى تكونوا وصلتوا. الصراحه ما بقاش، هما هادشي هو اللي عطى الله. هما هادو اللي كنت لبست المانكانات، هما الكسيوات كما قلت لكم. الكسيوات راه كيجيو زوينات في اللبسه، خفيفات. الاول عبار كيبقى على حساب، كاينه اللي كتبغي في 40، كاين اللي كتبغي 45، كاينه اللي كتبغي 50. كيبقى على حساب الاذواق كما قلت لكم. الاذواق وداك كلهم كاع جميع كل واحد وذوقه، وكل وحده وذوقها. هذه هي اللي درناها تشامير، ولكن حتى هي درنا فيها هاد الكميمات هادو. نتمنى تكونوا وصلتوا معايا لهنا من الفيديو. نتمنى ما تنسوش ليا البارطاج واللايك والاشتراك فضلا منكم وليس امرا. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم ويخليكم في احسن احوالكم. ونتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. يا ربي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.